لما تتفرج على اعلان مسلسل الكينج كمية ممثلين، يعني غير محمد امام هتلاقي حنان مطوع، هتلاقي مصطفى خاطر، هتلاقي انتصار، هتلاقي كمال ابو ريا، هتلاقي عمرو عبد الجليل، هتلاقي منذر ريحانة، حتى حجاج عبد العظيم وسامي مغاوري اللي يعني مش ابطال طالعين في البوسترات شكلهم عاملين حاجة كويسة. فده معناه ان المسلسل المفروض او بيقدم نفسه على ان هيبقى جواه تمثيل قوي، ودي بصراحة حاجة تفتح النفس. او انا برضو هنا اقدر افهم ليه محمد امام قال لك ان ده اعلى انتاج في رمضان السنه دي، يعني كل الممثلين دول بياخدوا اجور قد كده. ده غير ان بصراحه المسلسل كمان واضح انه مصروف عليه في مشاهد الحركه والاكشن. كل دي حاجات تفتح النفس. مش عارفين نكملها للاخر ليه بقى؟ يعني الاقي في الاخر ان القصه برضو احنا محشورين في حته العصابات والاسلحه والانتقام، ومين بيقتل مين ومين بيخلص على مين، وضرب وتكسير. انا والله النهارده حلقه استثنائيه، انا هبدا بسؤال الحلقه في الاول مش في اخر الحلقه. هو انا بس يا جماعه اللي لما شفت الكام اعلان اللي نزلوا لمسلسلات رمضان السنه دي بقيت حاسس ان الاعلانات داخله على بعضها؟ يعني لو ما شفتش البطل وشفت لقطه من الاعلان ده ممكن اتخيل ان هي في المسلسل ده، والعكس. انا بس اللي حاسس كده ولا في حد كمان حاسس كده؟ اكتبوا لنا بقى في التعليقات. مسلسل الكينج بطولة عد بقى معايا عشان في كمية ممثلين بجد كتير جدا، لحد دلوقتي ما شفتش الكرو ده موجود في اي مسلسل في رمضان السنة. محمد امام، حنان مطوع، ميرنا جميل، مصطفى خاطر، كمال ابو ريا، عمرو عبد الجليل، احمد فهيم، سامي مغاوري، منذر ريحانة، حجاج عبد العظيم، انتصار، بسنت شوقي. ايه ده بسنت شوقي؟ ايه يا بنتي اللي جابك وسط الناس اللي بتعرف تمثل دي؟ مش مكان. ومصطفى البنا اللي هو سعفان برضه زي ما قلت لبسنت شوقي. ايه يا ابني اللي جابك وسط الناس دي اللي بتمثل اساسا؟ المسلسل اخراج شيرين عادل، وعشان نبقى عارفين شيرين عادل دي هي نفس المخرجه اللي اشتغلت مع محمد عادل امام بمسلسل هوجن اللي هو عمله في رمضان 2019 تقريبا. قصه مسلسل الكينج اللي واضحه لحد دلوقتي من البرومو بتحكي عن حمزه الدباح. فجاه الشاب ده بيلاقي نفسه وسط مجموعه من العصابات الدوليه، وواضح ان هم بيطاردوه، فبيبتدي يخش معاهم في شويه صراعات علشان ينجو بنفسه. والصراعات دي بتوصل للناس اللي من دمه اللي هم مصطفى خاطر اللي بيعمل دور ياقوت الدباح، وحنان مطوع اللي بتعمل دور زمزم الدباح، وتتوالى الاحداث. يعني هي القصه قصه تقريبا نقدر نتوقعها وشفناها قبل كده مع محمد امام على شكل شبه ده برضه. بس يعني عشان ما تبقاش الحلقات مكرره، لان انا بقالي كذا مره اعمل البروموز بتاعت المسلسلات بنقول نفس الكلمه، فالنهارده هنعكس وهنبدا بايه المميزات اللي في المسلسل. اول ميزه واضحه من البرومو ان محمد عادل امام مش هيعمل كوميدي، وده مش معناه ان محمد امام وحش في الكوميديا او ما احبش اتفرج عليه في الكوميديا، بالعكس من وجهه نظري هو ليه اعمال كوميديه حلوه، يعني بالنسبه لي مثلا زي جحيم في الهند. لكن الميزه هنا ان هو بيحاول يغير. اللي باين من البرومو ان المسلسل ده جد جدا، في دراما واكشن وفي تمثيل، مفيش افيه واحد اتقال في البرومو كله. وده بالنسبه لمسلسلات محمد امام مؤخرا شيء جديد، لان هو مثلا يعني اكتر مسلسلين اعتقد ان هم ناجحين ليه مسلسل هوجن ومسلسل كوبرا، الاثنين كان فيهم لاين كوميدي قوي جدا او كانت الكوميديا حاضره. وهوجن تحديدا لان كمان كان في فكره جديده ان هو حد عنده قدرات خاصه بيشد عربيات، فيعني هم كانوا موظفين ده في كوميدي وفي اكشن. فاللي باين من البرومو اللي نزل لحد دلوقتي ان المسلسل ده مش هيبقى فيه كوميديا ولا حتى في حد رمى افيه واحد. وهنا باكد ان ده اللي باين لحد دلوقتي، يعني قد يكون ده البرومو المبدئي اللي هو بيوريك الاكشن والصرف اللي باين، بيبقى فيه اعلان تاني او لما المسلسل يبدا نكتشف ان لا ده فيه نسبه كوميديا عاليه. وليه باكد على معلومه ده اللي باين لحد دلوقتي؟ لان مثلا احنا كنا عملنا حلقه عن مسلسل افراج اللي هينزل في رمضان، لما عملت الحلقه ساعتها قلت ان انا ما شفتش اي حاجه جديده في المسلسل. خليني اقول انه دلوقتي لما نزل البرومو التاني من المسلسل اللي هو بيقول انا عباس الريس اللي خلص على مراته وولاده، واتقال ان دي متاخده من قصه حقيقيه او يعني جريمه حصلت فعلا في مصر، خليني اقول ان الحته دي قد تكون حته جديده، قد تكون حته تشد في المسلسل. لكن انا لسه عند رايي ان المسلسل كله برضه فيه بلطجه، وما قدرتش اشوف اختلاف كبير عمرو سعد عامله عن ادواره اللي قبل كده. لكن اللقطه اللي ظهرت في الاعلان التاني دي تخليني لازم اضيفها على الكلام اللي قلته في الحلقه بتاعتي. تاني ميزه واعتقد دي اكبر ميزه واكتر ميزه واضحه في مسلسل الكينج هو فريق العمل. وانا هنا بقى بتكلم تحديدا عن الممثلين. كل ممثل هو بجد يشدك. يعني عندك مثلا حنان مطوع، انا بحس حنان مطوع بشكل شخصي يعني رايي فيها ممثله شاطره جدا واختياراتها حلوه جدا وبتتقن الدور اللي بتعمله جدا جدا جدا. وهي هنا كمان عامله شكل ما اعتقدش ان انا شفتها فيه قبل كده، طالعه في دور واحده شعبيه وواضح انها ناشفه، يعني مش بنت بتتكسر او بتعيط، بدليل ان كان في لقطه هي بترزع
بتاع عمرو عبد الجليل بالقلم، فاعتقد ان هي هتعمل الدور ده بشكل حلو. عندك مثلا مصطفى خاطر، يعني مصطفى خاطر هنا برضو انا حاسس ان هو مجدد من نفسه. مصطفى خاطر الاشهر ليه ان هو كوميديان، اي نعم هو عمل دراما واشتغل حاجات ما كانش فيها كوميديا خالص، بس هنا انا حاسس ان هو عامل دراما بشكل مختلف. مشاهد او ده اللي واصل لي ان في علاقه هتبقى بينه وبين محمد امام، زي ما بيقولوا هو اخويا بس عدوي، ويمسكوا السلاح على بعض. الخط اللي بينهم ده ممكن يطلع فيه تمثيل حلو سواء من محمد امام او من مصطفى خاطر. طبعا في برضو عندك كمال ابو ريا، من ساعه مسلسل كارثه الطبيعيه كمال ابو ريا بقيت احب اركز معاه كممثل طبعا تراجيدي، وكمان الابداع الكوميدي اللي ظهر عنده او الموهبه الكوميديه اللي ظهرت في المسلسل، فده برضو يخليني عايز استنى اشوف هو هيعمل ايه في المسلسل. عندك عمرو عبد الجليل، وعمرو عبد الجليل انا كان عندي مشكله معاه انه مؤخرا لما بيحاول يعمل كوميديا بتطلع قلش جدا، لكن هو هنا واضح انه بيعمل دراما، وواضح انه بيعمل دور شر، بحس ان هو قوي في المنطقه دي، فدي حاجه برضو تضيف للمسلسل. منذر ريحانه برضو هو من الناس اللي يعني اوقات لما بيجي يعمل تحديدا دور الشر بتافور منه، بس ما اقدرش اقول ان هو ممثل فاشل، لا هو ممثل وساعات بيعمل مشاهد كتيره جدا حلوه. نفس القصه في انتصار، بحس انها بتمثل حلو. والمميز بالنسبه لي يعني في المسلسل ده ان البوسترات فعلا شكلها يشد، ما انا ما اعرفش مين اللي صور الممثلين، بس بجد شابولي، لان كل البوسترات تحس ان كل واحد عامل شخصيه في شكل جديد. يعني البوستر بتاع حنان مطاوع ملفت جدا، بوستر مصطفى خاطر ملفت، حتى بوستر محمد امام ملفت، حجاج عبد العظيم وسامي مغاوري، يعني ما بقولش ان هم ممثلين وحشين بس مش من الممثلين اللي يلفتوني قوي، لكن لا البوسترات هنا بتقول ان يمكن الناس دي تبقى عندها حاجه جديده. وده يوديني الميزه المسلسل شدني ليه من الاول، ان واضح ان المسلسل ده بيلعب او بيبيع نفسه بقوه الممثلين بتوعه، ان انا معايا ممثلين تقال. اللي شاف فيكو الحلقه اللي كنا عملناها عن مسلسل درش او اعلان مسلسل درش بتاع مصطفى شعبان، دي كانت المشكله، ان مسلسل طويل عريض انت بتبيع لي المسلسل على الحكم اللي بيقولها مصطفى شعبان، فده جو تكاتك، اكيد انا مش داخل اتفرج عشان كده، لكن هنا هو بيبيع لي بفكره الممثلين، فبشكل شخصي دي حاجه انا اشتري منها وبقول ماشي انا عايز اشوف يمكن الاقي تمثيل فعلا قوي هنا. وفي حاجه تانية المسلسل بيحاول انه يبيع نفسه بيها اللي هو الاكشن، والاكشن ده النقطه اللي لازم اتكلم عنها. يعني لا اقدر اقول ان حاجه واو ولا اقدر اقول ان حاجه سيئه، يعني واضح ان في جهد معمول في الاكشن، واضح ان في صرف، ده ظاهر من البرومو رغم انه دقيقه بس ما حسيتش ان الاكشن فيه حاجه مميزه. يعني هو شبه الاكشن اللي محمد امام عمله قبل كده، وشبه الاكشن لحد ما طبعا المسلسلات اللي نزلت لها الاعلانات دلوقتي اللي هي بتاعت رمضان السنه دي، بس هو يمكن بس هنا المميز ان في كميه اسلحه بتترفع، يعني مش محمد امام بس، كلهم بيرفعوا مسدس على بعض، كله ماشي بسلاح، فما كنتوش سموه بقى البرومو المسلسل ده برومو سلاح التلميذ. النهارده اي حد بيسمع هيقول لك هو انت ليه ما بتخبطش جامد قوي؟ قصه مثلا تعتبر برضو قصه مكرره واتقدمت قبل كده، او ما هياش حاجه فيها كرييتيف قوي او حاجه جديده يعني. يمكن انا مش عايز اخبط قوي النهارده لسبب واحد، هو محمد امام. انا بصراحه في حركه محمد امام عملها هي بعيدا عن المسلسل خلياني حطيته في حته تانية. اللي فيكم متابع السوشيال ميديا بتاعته، هو الفتره دي بيسوق او يعني بيحاول انه يعمل دعايه للمسلسل بتاعه، بس هو بقى بيسوق بطريقه عجباني قوي. هو كل شويه بيتكلم عن الابطال اللي معاه في المسلسل، يعني مثلا ينزل صوره حنان مطاوع وحجاج عبد العظيم ومش عارف مين، يقول لك معايا اجمد ابطال في مصر، يقول لك بسنت شوقي، شوف بسنت شوقي يقول لك عامله دور السنه دي دور مختلف جدا. ففكره ان هو عنده احساس ان انا بلمع كل الناس اللي حواليا وان دول النجوم وان دول الابطال، دي فكره بصراحه يعني نادرا لما تلاقي ممثل بطل بيعملها. دايما كل بطل زي كده احمد العوضي، انا لوحدي وانا اهم حد وكل حاجه، لكن هو ده باين في اسلوب الدعايه وباين كمان في اختيار السكريبت. هو واضح ان المسلسل مش قائم بس على محمد امام، ده بقول لك هم بيبيعوا المسلسل بقوه الممثلين مش بس بمحمد امام، فكون ان هو يقبل انه يتحط وسط نجوم زي دول وكلهم تمثيلهم تقيل، دي حاجه انا بحترمها جدا وتخليني اصلا الممثل ده يبقى فيه رصيد قوي قوي عندي ليه. وبرضه هقول لك لو تفتكر ده كان اكبر انتقاد احنا انتقدناه لمسلسل درش اللي هو بتاع مصطفى شعبان، ان هو طالع بطوله ما شفتش اي ممثل تاني موجود معاه في البرومو، كأنه كلهم ما لهمش لازمه. بما ان احنا بنتكلم عن فريق التمثيل، في عندي اسمين دول اللي كان عندي تحفظ عليهم. اول حد هي بسنت شوقي. بسنت شوقي ما اقدرش اقول انها ما بتعرفش تمثل، بس هي محدوده جدا، يعني هي تعمل دور البنت اللي لايك كده من ايجيبت تمام، تعمله حلو قوي لان دي شخصيتها في الحياه، لكن هي مش ممثله شاطره تعرف تعمل ادوار صعبه. هرجع اقول هي لما ظهرت في البرومو واضح ان هي مش طالعه من منطقه شعبيه، فيمكن يبقى هم موظفينها في الدور او في المساحه هي بتعرف تبدع فيها او على الاقل تقدم الشخصيه بتاعتها. تاني شخصيه عندي فيها مشاكل هو سعفان. اولا انا ما بحسوش ممثل شاطر قوي، يعني بالنسبه لي وده رايي الشخصي، ممكن يبقى في حد عنده راي تاني. حلو قوي اشوفه على اليوتيوب لما يتكلم عن الكوره، ممكن يرمي افيهين واحد يعجبني التاني يقلش، ده تمام جدا، بس ما اشوفوش كممثل وهو ليه تجارب قليله في التمثيل ما كانتش اعظم حاجه. الحاجه التانيه اللي بقت مشكله بقى رهيبه بالنسبه لي، ان واضح ان هو صاحب الشوال وبيهزروا مع بعض وهو بيتفرض في حاجات MBC عشان خاطر الشوال. الحته دي قفلاني منه بشكل كبير. كنت اتمنى ان يبقى في اسم
اسم تاني، حتى لو مش اسم كبير او حتى لو مش نجم، سيب حد بجد بيعرف يمثل، لانه فعلا تاني هرجع اقول الاسماء اللي موجوده في المسلسل ده انا ما شفتهاش في اي مسلسل السنه دي، ويمكن بقالي فتره ما بشوفش ده. فكنت اتمنى ان يعني بوكيه الممثلين الشطار دول يكمل. اي نعم انا برضو عند رايي ان القصه هنا قصه مكرره، ودي اكبر مشكله بالنسبه لي في المسلسل، ان القصه مش حاسس انها يعني هو برضو يرجع لكبرى كان كوميدي، بس هو برضو كنا بنتكلم في خناقات وهروب وعصابات واسلحه، نفس القصه هتلاقيها في هوجن، فمش حاسس ان في قصه مختلفه. لكن يمكن في خطين اتنين شوقوني قوي في البرو. الخط الاولاني هو بتاع مصطفى خاطر، واضح ان هو غالبا هيبقى طالع اخو محمد امام، وهما الاثنين هيبقى في بينهم عداوه. انا ما اعرفش هو طالع اخوه بالمعنى الحرفي ولا قريبه ومصنف اخوه، لكن الفكره دي عجباني وحاسس ان هو ممكن يطلع منها مشاهد كتير كويس. الخط الثاني هو خط حنان مطاوع، يعني انا شفت هي لابسه فستان ومتضايقه وبتقول انا حملت من اكتر واحد مش طايقاه. اللاين ده عايز اشوف هيوديني فين مع تمثيل حنان مطاوع، لان بشكل شخصي انا من محبين تمثيلها. يعني اتمنى ان حتى لو قصه مكرره الخطين دول او تبقى في خطوط تانية جديده تقدر تخليني احس ان حتى لو التيمه واحده بس جوه انت غيرت ونوعت. ما عنديش مشكلة ان انت تقدم لي قصة مكررة في مسلسل طالما بتقدم لي حاجة جديدة تديني متعة جديدة. واللي فيكو شاف الحلقة اللي عملناها عن مسلسل فن الحرب، كانت القصة تعتبر هي برضو فيها حد بينتقم عشان ابوه فلوسه بتروح، هي قصة الانتقام او تيمة الانتقام دي متكررة. بس الجديد اللي كان بالنسبة لي مختلف ان يوسف الشريف بيقدم ده من خلال كتاب فن الحرب، فانت اكيد هتوريني حاجات جديدة وهشوفك وانت بتقرا الكتاب وبتطبق الكتاب ازاي. وحتى لما دلوقتي نزل البرومو التاني من المسلسل قد يكون في حاجة جديدة، فده بالنسبة لي لطيف. هنا في مسلسل الكينج هم لاعبين الحته دي، ده في اعتقادي الشخصي. هو قال لك احنا مش اولوياتنا القصه، يعني هي قصه عاديه ومتكرره وفيها نفس الاكشن وكل حاجه، لكن اللي بيحاولوا يبيعوا بيه ان احنا هنبقى السنه دي عندنا اكبر فريق تمثيل، وهيبقى عندنا اقوى فريق تمثيل، وهندي مشاهد تمثيليه قويه، اللي هم بينوه من اول برومو، وده برضو اللي هيبان الفتره اللي جايه. فدي حاجه بالنسبه لي مميزه. يعني خلاص انا مش داخل اتفرج على قصه، انا احترم اولويه صناع العمل. انت مش بتقول لي انك بتقدم قصه جديده يا سيدي، مش مشكله القصه، لكن انت قلت ان عندك ممثلين شطار، دي بقى كده زنقتهم. انا لازم اشوف في المسلسل ده كميه مشاهد دراميه حلوه، بالذات ان انت معاك اسماء كتير تقيله. يمكن انا ذكرت حنان مطاوع كتير، بس انا بقول كله، حنان مطاوع وانتصار وعمرو عبد الجليل وكمال ابو ريا، ومعاك ناس كتيره جدا. لازم تطلع مشاهد دراميه حلوه. ما قدمتش ده او ما نجحتش انك تقدم تمثيل عالي، يبقى انت النقطه اللي انت بتلعب عليها راحت والمسلسل خيش منك. ومن الحاجات اللي عجباني هنا بالذات في المسلسل ده فكره البطوله الجماعيه، لانه البطوله الجماعيه بتخدم جدا. يعني ممكن انا مثلا بحب محمد امام بس ما بحبش حنان مطاوع، انا بحب كمال ابو ريا وبحب عمرو عبد الجليل بس ما بحبش محمد امام. البطوله الجماعيه وان كل حد كمان واخد مساحه كبيره، ده بيخلي المسلسل فيه احداث كتير وانا اتفرج عشان ده، ولو حد ما بحبوش عادي مش مشكله. يعني زي مثلا مسلسل العتاوله، المسلسل ده ما كنتش بطيئه وكل الابطال اللي فيه انا بحبهمش، بس بجد اللي كان مميز بالنسبه لي وشفت له مشاهد هو باسم السمره. البطوله الجماعيه دي فكره ذكيه يا ريت تتكرر كتير، وللاسف السنه دي انا ما شفتهاش لحد دلوقتي في الاعلانات غير في حاجتين اتنين، في المسلسل ده بتاع محمد امام وفي مسلسل فن الحرب. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر عمل بتحبه لمحمد امام؟ بس انا هقول عمل كوميدي، يعني سواء كان مسلسل او سواء فيلم. طبعا انا عارف الاغلبيه هيكتبوا جحيم في الهند، بس يعني قد يكون في حد عنده راي تاني، ابهرونا بقى في التعليقات. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات، الهلك اللي انا بكرره كل مره. ولو معاك وقت وجهد وباقه الكلمتين دول يعني يبقى خش اتفرج وقول لنا رايك في الحلقات اللي شفتها. في حلقه النهارده عجبتك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبتكش قول لي اللي مش عاجبك، عندك اقتراح فكره اي حاجه اهبدها لنا في التعليقات. واهبد انا دلوقتي قبل ما نفسي يتقطع الكلمه اللي بختم بيها، كلمه ايه؟